يوم ما حبينا نتكلم عن سترونج اندبندنت وومن ما لقيناش احسن من تي نتكلم عنها. الملكة تي اشهر ملكات الدولة الحديثة، زوجة امنحتب وام اخناتون. فاطمة ازيك عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ حظي بقى حلو النهارده ان فاطمة معايا، ومش هلاقي احسن منك تتكلمي عن سترونج اندبندنت وومن. انت النهارده بتتكلمي عن سترونج اندبندنت وومن؟ اكيد، وما لقيتش احسن من تي نتكلم عنها. واخده المثال الملكه تي؟ اكيد. بس انا شايفه ان الملكه تي استمدت كل حاجه من جوزها، يعني هو اللي اداها السلطه، هو اللي اداها الملك، هو اللي اداها القوه، وهي طبعا كانت ذكيه وقدرت ان هي تستغل كل ده وتعليه. يعني بينطبق عليها مثلا المثل اللي بيقول اللي يقول لها جوزها يا هانم يقفوا لها على السلالم. لكن لو بنتكلم عن سترونج اندبندنت وومن، يعني واحده معتمده على نفسها تماما، فلا في مثال تاني خالص اكتر من تي؟ طبعا، حاجه ما شفناش ولا هنشوف زيها. طب تعالي وريني. تعالي معايا. حتشبسوت يا فاطمه؟ حتشبسوت يا رشا، ومين ممكن يكون غير حتشبسوت؟ ست في منتهى القوه وفي منتهى الذكاء، كان عندها ثقه كبيره جدا في قدراتها وفي امكانياتها واستحقاقها، وستريس قوي على موضوع استحقاقها دي. هي شافت ان هي تستحق حكم مصر، وبالفعل حكمت مصر. والموضوع ده على فكره يا رشا ما كانش سهل ابدا. يعني هبسطها لك، يعني تعالي دلوقتي في الوقت الحالي واحنا في 2023، لو انتخابات الرئاسه هي قربت، لو واحده ست جت وقررت ان هي تحكم مصر، انا اول واحده مش هرشحها. اهو عدوك ابن كارك، اول واحده مش هترشحها. طبعا هتلاقي صعوبات جامده جدا. هي حتشبسوت دي جت وواجهت مجتمع كامل بمنتهى الاصرار وبمنتهى العناد، واجهت سلطه دينيه قويه جدا جدا، رافضه تماما ان هي تشوف صوره الحاكم الا في صوره راجل مش في صوره ست. عشان كده ركبت ده. بصي، هي زي ما قلت لك، هي كانت في منتهى القوه وفي منتهى الذكاء. انا اصلا معجبه بيها جدا، كانت انسانه ذكيه بتعرف ازاي تشد وترخي. انا جيت وبقيت ملكه، بس في نفس الوقت مش هغير لكم الفكره اللي انتوا واخدينها عن الملك اللي كان بيجي لابس نقبه ولابس دقن. لا، ظهرت بنفس الشكل اللي هم كانوا متعودين عليه في الاحتفالات الرسميه والدينيه. طب ليه بقى اثارها قليله جدا عندنا في مصر؟ لان معظم اثارها اتدمرت. حتمس الثالث؟ لا، تحتمس الثالث دي بقى، دي الموضوع ده طويل جدا ومحتاج ان احنا نختصره ونقوله في حلقه تانية خالص. ودي كانت حلقتنا النهارده عن السترونج اندبندنت وومن باستضافه فاطمه. ميرسي جدا يا فاطمه حبيبتي، دايما تشرفينا. بس وعد منك ان انت تكلمينا المره الجايه عن تحتمس الثالث. اكيد اكيد، طبعا المره الجايه عن تحتمس الثالث يكون الجو احسن من كده. الجو صعب قوي. ماشي، اوكي، دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حلقات حلوه كتير من الأثرجية. باي باي.